ده بضحك على ايه؟ ضحكني معاك. تعالى ما انا جيت قلت لك ممكن يكون هو كان متقرب الفتره اللي فاتت دي لربنا سبحانه وتعالى، لانه يصنع هدفين ويسجل يعني الثلاث اهداف اللي جابوا بالنادي الاهلي بعد الغياب الكبير لكهربا، هو اللي يتسبب واللي يكون مسؤول عن الثلاث اهداف. يا سبحانك يا رب. يعني عارف انا وانا قاعد والله كنت عمال اجي اقول يا سبحان الله يا سبحان الله، كل شويه كل ما حتى كوره يعملها تنزل من الكهرباء ويعني الهاني سليمان يقعد يرعش لي ويقعد يعمل ما اعرفش ايه والكوره تعدي من تحت رجله والحاجات الغريبه دي، هي ماشيه وربنا عايز يدي الكهرباء النهارده، والكره الاولانيه والثانيه نفس الشكل عشان يتكتب له ان هو اتعمل 2 اسيست، والجون الثالث هو اللي سجله بنفسه، علشان مجمل اهداف الاهلي النهارده يكون المسؤول عنها لاعب واحد اللي كان موقوف اللي هو محمود كهربا. قلبك هيقف، قلبك هيقف. يبقى ده التفسير بتاعها. يبقى معنى كلامك ايه يا اسلام؟ يا عم توفيق كبير من ربنا، بس احنا مش متجننين عليه، او انا كمشجع زملكاوي انا مالي، واحد كان بيلعب عندي وسابني ومشي. شوفني ازاي. يعني هو ده التفسير وانا جيت عليه في ايه؟ انا ماليش علاقه بقى باي صراعات، انا بسال سؤال واحد، انا مشجع نادي الزمالك ليا جرشينات عند محمود كهربا، سابني ومشي، سبتني ومشيت ليه؟ ولكن النهارده ربنا كرمه قبل لقاء الاهلي والزمالك، وده اخر حته عندي في الفيديو. ما تكبروش الموضوع يا اهلاويه. نعم يا روح امك. احنا اخواتك بعافيه، اخواتك بعافيه يابا الحاج. اجمد كده ولا مش لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده، ها اجمد لسه اللي جاي جامد. الحاج اليومين دول يعني ايه اخواتك بعافيه؟ يعني ما تافورش الماتش الجاي وما تاخدش الموضوع على اعصابك وما تشدهاش، لان انا متخيل سيناريو غريب. ماذا لو يا نهار ازرق يا نهار ازرق يا حزن الحزن. ماذا لو حلو او ماذا لو الاهلي لعب الماتش الجاي مع نادي الزمالك والزمالك ضايع تماما وكهربا سجل فينا هدفين 3. قلبك هيقف. يا نهار ابيض. يعني انا بتخيل، ما هو الاهلي فايق وكهربا مش فايق، كهربا ربنا بيديله حلو جدا. ايه بقى اللي ممكن يحصل؟ كهربا يقوم مسجل مثلا هدفين 3 في نادي الزمالك في القمه الجايه. ايه بقى؟ يا سلام. يعني انت هتعيش دراما غير طبيعيه، فان شاء الله مش هتحصل، ولكن يعني لابد ان الجميع يعلم حتى ما فيهم الاهلاويه ان اخواتكم اللي هو الغريم التقليدي على مدار السنين، اللي هو الغريم التقليدي بتاعك اللي هو ماشيين مع بعض طول حياتنا، الاهلي والزمالك، زمالك واهلي هم اخوات، مش في حالته. انت هتندب لي يا اخويا. فانت لازم تعرف ده، فيعني ما تافوروش وما تكبروش الموضوع، يعني ما تقعدوش بقى تقولوا ايه لقاء مصيري ورد الاعتبار. ما فيش رد اعتبار ما بيننا، احنا اخوات، ما فيش اي رد اعتبار ما بين الاهلاويه والزملكاويه، ربنا يخلينا لبعضينا. فاحنا بالعكس ربنا يخلينا لبعضينا على مدار السنين، اهلي وزمالك وزمالك واهلي اخوات، فما تافوروش الماتش الجاي، الموضوع مش مستاهل خالص والله. واو فانتاستيك. نلعب ماتش مع بعض كده بسيط، ويا سلام لو تشد بايد اخوك الزملكاوي، يعني الدنيا بسيطه يا جماعه، والاهلي ما يافورش وما ياخدش الموضوع على الجرينتا بقى والحماس، مش مستاهله حماده خالص يا بابا، مش مستاهله، ما تافورش خالص. انت تعمل ايه؟ يعني ما تفكرش في الماتش والله العظيم. على فكره مش زعلانه، لعبتنا لعيبه رجاله جدا والحمد لله. يعني والله العظيم كده حبيب قلبي، الدوري بتاعكم انا بقول لك الدوري بتاعكم، واحنا لا هناخد دوري، خلاص الكاس احنا طلعنا منه. فانا عايزك ان انت ما تاخدش الماتش على اعصابك خالص، ولا تطالب لعيبتك بقى انها ترد الاعتبار ولا الحاجات دي، لان انا عارف لعيبه الاهلي وعارف شخصيتهم. لما بيلاقوا الزمالك ضعيف ما بيسموش عليه، ودي خصله موجوده في الاهلي ومش موجوده في لعيبه الزمالك. مش محتاجه حاجه يعني. والله العظيم موسى العليا اقسم بالله لما نلاقي الاهلي ضعيف والله ما بنيجي عليكم. وتعالى بص كده في كذا ماتش نبقى احنا اجمد منكم وما بنفتريش. فاكر الماتش بتاع 3-1 بتاع اسامه فيصل النونه، لما احنا كنا نلاقيكم على الله حكايتكم وسجلنا 3 اهداف وسكتنا؟ مش كنا نقدر نجيب فيكم 6-7 اهداف؟ فاحنا كنا نقدر. فلابد ان الناس كلها تفهم الكلام ده، ولابد ان الماتش بتاع الاهلي والزمالك الجاي ما يتاخدش تحت بند ان هو ماتش قمه بمعنى كلمه قمه خالص، بالعكس ده ماتش الاشقاء والاحباب، وماتش والزمالك مش في حالته. عالم عايشه بالقوامطه. تمام. وانا بالنسبه لي والله اتمنى الاتحاد المصري ياجل هذه المباراه. نعم يا روح امك.
لاني مش وقتها خالص. الاهلي عنده هيبقى مجهد جدا، طالع من بيراميدز هيلاعب الزمالك وعنده كاس عالم للانديه، فهي تتاجل حلو جدا، تتاجل شهرين، تتاجل 3، لسه بدري يا جماعه، هي الدنيا ما طارتش. مش عاوزكم تطلبوا مني حاجه، ما تكتفونيش وما تقولوليش اعمل حاجه، لان انا مش هعرف اعمل حاجه وانتوا عارفين كده كويس. الاهلي والزمالك ياما هيلعبوا مع بعض، الدنيا ما طارتش والله. ناجل الماتش، ويا ريت تعملوا هاشتاج تاجيل لقاء القمه بين الاهلي والزمالك، ونقعد نصبر 6-7 شهور. تعبان يا كابتن. لا والله تعبان ده، والله تعبان. الدنيا هنروح من بعض فين؟ ما انا كده قاعد معاك في البلد، انا بتاعك يا حبيبي وانت بتاعي، ولكن مش وقته نلعب مع بعض دلوقتي، مش وقته نلعب مع بعض. 6-7 شهور كده الدنيا تبقى جميله، تروحوا كاس العالم بالانديه، ترجعوا بالسلامه. لان تخيل يا اهلاوي، لو انا لعبتك ماتش القمه الجاي ولا قدر الله اتصاب من عندك 2 لعيبه، مش هتزعل؟ اكبر على انا ما عندك كاس عالم الانديه، فانت مش جاهز ان حد لا قدر الله يتصاب من عندك. اسمع من اخوك اسلام، فعل هاشتاج تاجيل لقاء القمه، تماما. الراجل ده عبيط جدا. ناجله خالص 2-3، تروحوا كاس العالم انديه، ترجعوا احنا ولاد بلدكم، احنا قاعدين مع بعض، هنروح من بعض في نلعب بقى بعد 6-7 شهور، لان احنا دلوقتي لا حمل ان انتوا تلعبونا ولا حمل ان احنا نلعبكم بصراحه يعني. تمام؟ اسمع، انت تروح لامك